قسما بالله لو ربنا نفسه مسك كده ما بيني وما بينك يموت يموت على الشاشه. الجملة الصادمة دي كانت أول كلمة طلع بيها شاب مدمن في مدينة السلام بالقاهرة، وهو واقف يهين والدته الست الغلبانة اللي مش شايفة غير التعب والشقة. المشهد كان صعب جدا ومؤلم لأي حد يتفرج عليه. ابن بيبيع أمه وبيكسر قلبها، وكل ده عشان يجيب جرعة مخدرات. الابن حاول يبيع شاشة البيت غصب عنهم، شاشة صغيرة هي كل اللي الأم حاسة إنها تعب عمرها. بتقول له وهي منهارة: حرام عليك، دي تعبي وشقاية، أنا اللي جبتها بجنيه فوق جنيه. لكن هو ما كانش شايف ولا سامع غير صوته اللي بيصرخ بس بالمخدرات. المأساة ما وقفتش لحد هنا، الشاب فضل ينهال على والدته بالشتايم وكلام كتير جارح يهد جبل، وكأنها غريبة عنه، مش الست اللي شالت همه ولا الست اللي ربته. المشهد كان فيه كسر للقلوب قبل ما يكون فيه كسر الأساس البيت. والغريب بقى إنه وقف قدام الكاميرا اللي كانت بتصور الواقعة بكل استهتار وقال: أنا بسرح شعري عشان أكون شكلي حلو قدام الكاميرا. وكأنه مش في قمة المأساة، وكأن الدنيا كلها لعبة وهو البطل. اللحظة دي وضحت قد إيه الإدمان بيقتل الضمير وبيخلي الإنسان يعيش في عالم تاني. العالم ده بعيد تماماً عن الحقيقة. الأم المسكينة ما كانش في إيديها غير الدموع والتوسل، تحاول بكل قوتها تمنعه إنه يبيع الشاشة، تصرخ فيه: حرام عليك، دي آخر حاجة في بيتي. لكن هو كان مصر إنه يبيعه ومصر يدمر كل حاجة حواليه عشان يرضي بس السم اللي بيصرف دمه. الواقعة دي مش مجرد قصة عابرة، دي صرخ لكل أسرة عندها ابن أو أخ مدمن. الإدمان مش بيهدم بس حياة اللي بيتعاطى، لكن بيموت كل حاجة حواليه بالبطيء، وبيحول البيت لساحة حرب. والأم اللي المفروض تكون في أمان بقى هي أكتر واحدة مهددة وحياتها في خطر. اللي حصل في مدينة السلام بيدوق ناقوس خطر. المخدرات مش بس مادة بتضيع الصحة والعقل، دي نار بتحرق البيوت وبتخلي أقرب الناس لينا آلات أعدائنا.